3 2 1. هلو لويتا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد معانا في قناتنا دويتش مت مروه. وهناخد النهارده درس السؤال عن الاسماء. نخدم نعمل فراغن. يلا بينا لوس جيتس. طيب ازاي نسأل عن الاسم اللي قدامنا طريقين، يا اما طريق الفورمال الطريق الرسمي، يا اما طريق الانفورمال او غير الرسمي. فطريق الفورمال هنستخدم هنا وهناخد لاول مره الضمائر. ضمير زي في الألماني يعني حضرتك أو حضرتك، بيتعوض عنه بلقب هير أحمد، هير أو فراو. هير يعني سيد بالألماني، السيد فلان، وفراو يعني السيدة فلانة. طيب، وفي الانفورمال بنستخدم ضمير دو يعني أنت أو أنتي، دو. وفي دو أو في الانفورمال بنقول على طول الاسم، يعني نقول أحمد أو مروة على طول. يلا بينا نكتشف الطريقة. وقبل ما نكتشف الطريقة هناخد أول فعلين مهمين معانا، وأنا ماشية بصراحة بطريقة الكوميونيكاسيون، يعني إن إحنا نكتشف ونتعلم بالكلام والممارسة، مش بالتصريفات والجراماتيك وكل الحاجات دي هناخدها مع بعض خطوة بخطوة. عندنا فعلين مهمين زي ما قلنا، فعل اسمه هايسن، وتشارفس اس بتتنطق اس يبقى هايسن، وده معناه يسمى أو يدعى. والفعل التاني في الألماني ومن أهم الأفعال لو ما كانش أهمهم فعل زاين بمعنى يكون. نرجع تاني للسؤال عن الأسماء. لو هسأل سؤال formelle Fragen يعني سؤال بطريقة رسمية، فهستخدم ضمير زي بتاع حضرتك اللي لسه شارحينه. طيب، عشان أقول أول سؤال هنقول إيه؟ Wie heißen Sie؟ يعني ماذا تدعى حضرتك؟ أنت اسمك إيه؟ بس بسؤال الفورمال الرسمي. تاني سؤال معانا ممكن نقوله Wie ist Ihr Name؟ هو اسمك إيه؟ Ihr Name. بعد كده لو عايزين نسأل على أول اسم هنقول Wie ist Ihr Vorname؟ Vorname يعني الاسم الأول. طيب عايز أسأل على لقب العيلة أقول له إيه؟ أقول له Wie ist Ihr Nachname؟ Nachname. طيب في طريقة تانية، أيوة في، وهي السؤال بطريقة Wer sind Sie؟ Wer sind Sie؟ يعني مين حضرتك؟ بس نخلي بالنا بالطريقة، يعني ما أقولوش Wer sind Sie؟ لأ، أقول له Wer sind Sie؟ يبقى تاني لو هسأل بطريقة formelle Fragen طريقة رسمية هقول Wie heißen Sie؟ استخدمت هنا فعل heißen يدعى أو يسمى، واستخدمت ضمير Sie بتاع حضرتك أو حضرتك، وفي يعني ما اسم حضرتك أو ماذا تدعى. أو الطريقة التانية لما استخدم فعل sein يكون وهقول Wie ist Ihr Name؟ طيب عايز أسأل على الاسم الأول هقول Wie ist Ihr Vorname؟ عايز أسأل على لقب العيلة هقول Wie ist Ihr Nachname؟ وآخر طريقة Wer sind Sie؟ يلا بينا. بعد كده هناخد الطريقة الانفورمال Fragen، الطريقة الغير رسمية، وهستخدم برضو فيها فعل heißen وsein، بس هستخدم ضمير du يعني أنت، فهتبقى Wie heißt du؟ Wie ist dein Name؟ وللسؤال عن الاسم الأول هقول Wie ist dein Vorname؟ وللسؤال على لقب العيلة هقول Wie ist dein Nachname؟ وآخر طريقة Wer bist du؟ Wer bist du؟ يلا بينا نكمل تاني ومراجعة ولذيذة، والسلايد ده مهم جدا جدا جدا. Wie fragt man nach dem Namen؟ ازاي نسأل على الأسماء. أول عمود عندنا فيه دي فراج، ودي فراج يعني السؤال، وتاني عمود فيه الدي أنتفورت الإجابة. فلو سألنا وقلنا Wie heißt du؟ وهنا طبعا أنا هستخدم في الجدول ده الطريقة الغير رسمية الانفورمال فراجة. ليه؟ عشان احنا بنكلمكم كده يا أصحابنا. يلا بينا. أول سؤال Wie heißt du؟ هنرد ونقول مثلا Ich heiße مروة. تاني طريقة Wie ist dein Name؟ هقول Mein Name ist مروة. طيب Wer bist du؟ Ich bin مروة. Wie ist dein Vorname؟ Mein Vorname ist مروة. Wie ist dein Nachname؟ Mein Nachname ist محمد. أنا اسمي مروة محمد. وبكده وصلنا للسؤال اللي هيبين احنا شفنا وركزنا في الفيديو ولا لأ. والجملة بتاعتنا هي Hallo, ich heiße مروة. Und du؟ Wie heißt du؟ يا ريت تكتب لي في الكومنتات، اكتبوا لي اسمكم ايه بالطريقة أو بأي طريقة من اللي اتعلمناها النهاردة. يبقى Wie heißt du؟ وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. bis zum nächsten Mal. تشوس، أشوفكم على خير.